نبدأ ياريت تصلي على النبي. بيبدأ فيلمنا في يوم الخميس مع ليندا وهي بتصحى من النوم، ويكون جوزها بايت في الشغل بسبب الضغط اللي عليه، وتجهز بناتها الاتنين ميجان وروديك للمدرسة، وبترجع تاني للبيت عشان تروقه وتجهز الأكل ليه ولجوزها عشان لما يرجع. وتلاقي إن جيم جوزها سايب لها رسالة على جهاز الرد الآلي، لكنها مش كاملة بسبب إن جاله مكالمة وقفل السكة ومكملش الرسالة. وبتتصل بيه وبتقوله لما يسمع رسالته يتصل بيها عشان يتكلموا. وبترجع لشغلها تاني وبيجيلها شرطي على باب البيت وبيبلغها إن جيم مات في حادثة عربية على الطريق السريع. وبتفضل واقفة في البيت مش عارفة تعمل ايه، والأول مرة بتحس إن بيتها فاضي عليها من بعد موت جوزها. بعدها بتتحرك على بناتها وبتاخدهم من المدرسة، وبعد ما بيدخلوا البيت بتكون مجبرة إنها تفهم بناتها إن والدهم مات. وبتكون إجراءات الجنازة والدفنة بتتم وليندا مع والدتها وبناتها في البيت. وبعد ما البنات بتطلع تنام بتقول والدة ليندا لبنتها إنها تحضر لإجراءات التأمين والجنازة تاني يوم، ولازم تتحرك في مشاوير التأمين بسرعة عشان الفلوس دي من حق بناتها. وبتطلع تنام وبتسيب ليندا لوحدها هي في الصالة، وهي مصدومة ولسه مش مستوعبة إن جيم جوزها مات وسابها أرملة. فبتقوم تمسك برواز الفرح بتاعهم وبتفضل حضناه وهي بتعيط لحد ما بتروح في النوم. وبتصحى تاني يوم اللي هو المفروض الجمعة، وبتكون نايمة في السرير بتاعها، وتقوم من النوم مستغربة مين طلع أوضتها وغير لها هدومها. فبتدور على والدتها في البيت وما بتلاقيهاش، وبتسمع صوت من المطبخ فبتتحرك عليه، وبتاخد بالها إن شنطة جوزها موجودة في البيت. وبتتفاجئ إن جيم جوزها واقف قدامها وبيشرب القهوة بتاعته قبل ما يروح شغله. بتفضل ليندا بصاله ومش فاهمة اللي حصل، وبيجي بناتها عشان يسلموا عليه ويقول لهم إنه هيتأخر على اجتماع يوم الاتنين لو فضل أكتر من كده. وبتفضل متشتتة لفترة، وبيكون جيم متحرك على شغله. بتودي ليندا بناتها المدرسة وبترجع البيت تاني، وبتقرب ناحية جهاز الرد الآلي لأنها خايفة يكون فيه رسالة من جيم، لكنها مبتلاقيهوش. وبتغسل وبتنشر الهدوم في الجنينة وبتتكعبل وبتقع على الأرض، وإيديها بتيجي على طير ميت وبتتملي دم. فبتجري على المطبخ عشان تغسلها، والدم بيجي على باب البلكونة وهي بتفتح، وبتغسل إيديها وبتكمل يومها لحد ما جيم بيرجع من الشغل، وبيتغدوا كلهم سوا. وبيجي وقت النوم وبتفضل ليندا باصة لجيم جوزها ومش مصدقة إنه عايش ونايم جنبها لحد ما بتروح في النوم. وبتصحى من النوم وهي شكلها مبهدل وجوزها مش نايم جنبها. فبتدور عليه في البيت وبتلاقي إن كل قرايبها وأصحابها لابسين أسود لأنهم في جنازة جيم في بيتها، ما عدا هي نازلة بهدوم النوم، وكأنها عدت يوم كامل مش حاسة باللي حصل فيه. وهو يوم الجمعة اللي المفروض تكون فيه الإجراءات حصلت، مع إنها لسه نايمة يوم الاتنين وجيم كان بها. وبتيجي مامتها تهديها وتقول لها إنها عايزة تشوف بناتها حالا، وتروح ناحية الجنينة بتلاقي إن بنتها برودكت مجروحة في وشها ومش فاهمة سبب الجروح المتخيطة دي كلها. وبتفضل تسأل عن السبب، لكن برودكت بتخاف من طريقتها، وبتحضنها ليندا وبتطمنها إن كل حاجة هتعدي بخير. وبتدخل تلبس لبس الجنازة وبتتحرك على الكنيسة، وبتفكر إن ممكن يكون كل اللي بيحصل ده مش حقيقي، وإن جيم مماتش فعلا لأنه لسه كان معاها ونايم جنبها. فبتروح على النعش بتاعه وبتطلب إنها تفتحه وتشوف جثته، لكن بيحاولوا إنهم يمنعوها لأن المتوفي في حالة مينفعش تشوفوا بيها. لكنها بتصر تشوفه أثناء ما بيحاولوا إنهم يخرجوا النعش من العربية، بيشدوه جامد لدرجة إنه بيقع منهم. بيكون جيم راسه مفصولة عن باقي جسمه بسبب الحادثة. ساعتها بتفضل ليندا تصوت لأنها واجهت الحقيقة واتأكدت إن جوزها ميت فعلا، وبتروح للدفنة وهي متدمرة نفسيا. وبتاخد بالها من واحدة واقفة بعيد عن الدفنة وبصلها، فبتتحرك عليها ليندا عشان تعرف هي مين، وتقول لها الست إنهم اتكلموا امبارح اللي هو الجمعة سوا، لكن ليندا ما بتكونش فاكرة. فالست بتركب عربيتها وبتبعد عن الجنازة قبل ما ليندا تعرف هي مين. وأما بترجع بيتها بتلاقي إن في دواء موجود على رف الحمام بتاعها، ومكتوب إن اللي وصفه ليها دكتور نورم. بتقرر إنها تروح لدليل التليفونات عشان تدور على اسم الدكتور، لكن بتلاقي إن الصفحة اللي فيها اسم الدكتور مقطوعة ومرمية. فبتدور على السلة بتاعتها وبتلاقيه وبتلاقي رقمه، فبتتصل بيه. فبتسمع الرد الآلي بيقولها إن مواعيد العيادة من الاتنين للجمعة، وهي بتكون في يوم السبت، ويوم الجمعة هو اليوم المفروض نامته كله أو مش فاكرة فيه أي حاجة حصلت. وبعدها بتنزل تقعد مع بناتها لحد بالليل وتقول لهم جدتهم إنهم يكونوا يومين طوال عدوا ولازم يناموا كويس. وفجأة بتلاقي ناس داخلة عليها البيت، وبيقدم واحد منهم نفسه إنه دكتور نورمان، وبيقربوا ليندا عشان ياخدوها معاهم. وبتتأسف لها والدتها لأنها كانت لازم تعمل كده، وإنها قلقانة عليها وقلقانة على بناتها بعد اللي حصل لوش برودكت. لكن ليندا بتقولها إنها ما تعرفش اللي حصل لها، وأكيد مش هتأذي بناتها أبدا. لكن نورمان بيأمر اللي معاه ينقلها فورا للمصحة العقلية.
وهناك بتسمعهم وهما بيتكلموا إن جوزها جيم المفروض مات يوم الأربع، والشرطي بلغها يوم الخميس. وبيستغرب نورمان اللي حصل لأنه جات له يوم التلات وبتقوله إن جوزها هيموت وإنها انتقمت بموته قبل ما يحصل. وبيسأل الشرطي لو كان موت جيم فعلا كان حادثة، فبيأكد الشرطي إنه كان حادثة طبيعية على الطريق السريع. وبيطلعوها يدوها منوم عشان تنام، لكن ليندا بتصحى تاني يوم في بيت عادي وبتتأكد إن مفيش أي أثر للحقنة اللي نورمان لسه مديهالها. وبعدها بتصحى بتلاقي إن جيم عايش وبياخد دش عادي في بيتهم، وبتدخل تحضنه عشان تتأكد إنه حقيقي. وبعدها بتشوف بناتها ووشها سليم من غير جروح، فبتطمن عليها وبترتاح إن عيلتها لسه كويسين. بتوصلهم مدرستهم وبتروح ناحية السلة اللي رمت الطير فيها، وبتلاقيه موجود فيها فعلا. بعدها بتتحرك على بيتها بتدور على الدواء اللي دكتور نورمان كتبه لها وما بتلاقيهوش. بتروح ناحية دليل التليفون وبتطلع العنوان بتاعه، وتروح على عيادته وبيكون ما يعرفهاش. وبتقعد معاه وبتحكي له كل اللي حصل من أول وجديد، وتقول له إن جوزها هيموت وهي مش قادرة تمنع موته. فبيحاول نورمان إنه يهديها ويقول لها إنه يكتب لها على مهدد. بعد ما بتخلص الدكتور بتروح على جيم وتقول له إنها عايزاه تتكلم معاه في موضوع مهم. وأثناء كلامها معاه في مكتبه بتلاقي الست اللي كانت بتراقبه داخلة على جيم مكتبه، وبتتعرف على ليندا وبتقول لها إن اسمها كارل ومتعينة مساعدة المدير الجديد، وإن جيم هو المدرب بتاعها في الشغل في الأسابيع الأخيرة. بتحس ليندا إن في حاجة بينهم وبين جيم، وبترجع تاني لبيتها وبتكون في أوضتها وبتشوف الدواء الجديد، لكنها بتقرر إنها مش هتاخده. فبترميه في الحوض وساعتها الجو بيمطر جامد. فبتنادي بناتها يساعدوها في لم الغسيل اللي في الجنينة بسرعة. وبتجري برودكت على باب البلكونة ومبتاخدش بالها إنه مقفول، وبتدخل في الإزاز بوشها. فبتتجرح الجروح اللي كانت ظاهرة في وشها يوم جنازة جيم، وبتشيلها ليندا وبتجري بيها على المستشفى. ويوقفوا النزيف وبيخيطوا الجروح اللي في وشها، وبعدها بيرجعوا كلهم البيت وجيم معاها. وبتشيل ذنب اللي حصل لبنتها وبتطلع من جنبها الورقة اللي فيها عنوان نورمان. فبترميها في السلة وساعتها بتقدر تفهم إن في حلقة زمنية موجودة فيها وبتعيش يوم الماضي ويوم المستقبل. فبتجيب لوحة كبيرة وبتقسمها أيام، وبتكتب فيها كل الأحداث اللي حصلت بالترتيب اللي فاكراها في الأيام، لحد ما بتقدر تحدد إن جيم المفروض يموت يوم الأربعاء لأنها تبلغت بموته يوم الخميس. وتكون هي حاليا في يوم التلات، معنى كده إن جوزها هيموت بكرة. وبتروح له عشان تتحايل عليه إنه ميروحش رحلة العمل اللي عنده، وإنه يصحيها قبل ما ينزل الشغل. ويطلعوا يناموا، وبتصحى ليندا يوم الجمعة وهو اليوم اللي حصلت فيه كل ترتيبات الجنازة بعد ما اتبلغت بموت جوزها. وبتتحرك على بيت كارل لأنها فاكرة إنها قالت له يوم السبت وقت ما كانوا في الجنازة إنهم يتقابلوا. وبتروح له ليندا بيته عشان يتكلموا بخصوص جيم اللي مات، وتقول كارل إن جيم كان زوج خاين وخانها معاه. فبترجع ليندا بيتها وبتحكي لآن اللي حصل، وبعدها بتروح على شركة التأمين عشان تبدأ إجراءات فلوس التأمين. وبتفضل باقي اليوم مصدومة من خيانتها ليه قبل موته. وبتسأل والدتها لو هي سابت جيم يموت هيعتبر قتلته، فبتقول لها والدتها إن جيم مات خلاص. فبتنام ليندا وبتصحى يوم الخميس اللي هيموت فيه جيم، وبتصحى من النوم وبتلاقي إن جيم نايم جنبها لأن رحلته آخر اليوم. وبتعرض على جيم إنه ياخد بنته يفرجهم على البحيرة قبل ما تروح مشوار سريع. وبتروح للكنيسة عشان تحكي للقس اللي بيحصل لها، وبيقول لها إن كان في واحد زيها زمان قالت إن في إعصار هيجي قريب هيدمر المدينة كلها. وساعتها المدينة قالت لها لأنهم كانوا فاكرينها ساحرة. وبعد يومين جه إعصار قتل كل المدينة ودمر، وإنهم لو صدقوها كانوا كلهم هيعيشوا. وإن الست دي حاولت تساعدهم وتحسن المستقبل حتى لو محدش صدقها. عشان كده لو هي تقدر تحسن المستقبل يبقى تعمل اللي عليها وما تسيبش الوحش يحصل، وتحاول تهونه بأي شكل. وبترجع تاني لبيتها وبتكمل يومها وبتفضل باصة الجيم، وبتقرر هي المفروض تعمل ايه معاه لحد ما بيجي وقت النوم. وبتقول لهم ليندا انهم يروحوا يحضنوا جامد وبيقولوا له انهم بيحبوه جدا. وتقول لجيم انه يقول لبناته قد ايه هو بيحبهم برضه. بعدها بتكون عارفة ان نهايته قربت. فبتطلع برا البيت وبتفضل واقفة في المطر والبرق، ويطلع لها عشان يتكلم معاه. وبتسأل عن السبب اللي وصل جوازه من المرحلة دي وإنهم كانوا أحسن من كده بكتير. فجأة بيضرب البرق صندوق الكهرباء اللي جنبه، وبيقع ترمايت في الجنينة بتاع ليندا، ويتقطع كابل الكهرباء وبيقرب من جيم. فبتحب ليندا إنها تنقذه وبيدخلوا هما الاتنين البيت، وبتحصل ما بينهم علاقة. وبيكون ده سبب إن جيم ما بيتحركش لرحلة العمل اللي عنده، وبيأجلها لتاني يوم. وبتفضل طول الليل بصاله لحد ما بتروح في النوم، وبتصحى في اليوم اللي هيروح فيه رحلة العمل. والمفروض كان يصحيها قبل ما ينزل، لكنه بيمشي من غير ما يصحيها وبيودي البنات المدرسة. بتحاول إنها تتصل بيه، لكنه ما بيكونش سامع التليفون. وأول ما جيم بيركب العربية بيتصل بكارل
ويقول لها إنه بيحب ليندا ومش هيقدر إنه يخون مراته. بيقفل السكة في وشها وبيتصل بالبيت، فالجهاز الرد الآلي بيشتغل ويقول لليندا إنه كان قاصد اللي قاله قدام البنات إنه بيحبهم وبيحبها هي كمان. وقبل ما بيكمل كلام بيلاقي إن موبايل ليندا هو اللي بيتصل بيه، وبيرد على ليندا وبيقول لها إنه بيحبها جدا وإنه عايز يصلح اللي حصل بينهم لأنه ملوش غيرها. وتقول له إن هي كمان بتحبه وإنها في العربية اللي وراه بتطلب منه إنه يركن ويلف ويرجع لها فورا من غير ما يقف. وأثناء ما بيلف بيكون هيخبط عربية، فبيقف مرة واحدة والموبايل بتاعه بيقع منه، فبيوطي يجيبه لأنه بيكون واقف في نص الطريق. بتيجي عربية نقل من وراه وبتدخل فيه وتكون السبب في انفجاره قدام ليندا، وبتفشل إنها تنقذه من الموت. ويعدي الوقت وبتقرر إنها تنقل من البيت وبعد وفاة جيم. لكن الحاجة الوحيدة اللي بتكون اتغيرت في حياة ليندا إنها بقت حامل من آخر ليلة كانت فيها مع جيم قبل موته. وكان هو ده الأمل اللي خلى ليندا تبقى متمسكة بالحياة مع بناتها من تاني. وبكده بيخلص فيلمنا. ياريت لو عجبك متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة. سلام.